الحته اللي هي بتاعت هي هتبقى عارفه ان انا هزعل، فهي خايفه على زعلي فمش عايزه تعمل. هو ده مش ابتزاز عاطفي يعني. هي لو في يوم من الايام صاحيه من النوم قفشه على كريم فور اني ريزن، زعل من مامته زعل مامتها، مش ممكن تروح تعمل الغلط بس عشان هو يزعل وتبقى بتنتقم؟ ده البنت وارد، وان ده حصل دوره كأب ان هو يشوف هي ليه بتعمل كده، مش يعاقبها بقى. انا هنا قدرت افهم الدافع. وعلى فكرة الغلط اللي الدافع بتاعه ضعف تجاه رغبة ما، لعبة، أكلة، خروجة، ده اللي بيتعالج بالعقاب. إنما اللي الدافع بتاعه ألم نفسي ما، أنا كأب ربنا ألهمني الاستبصار والقدرة على إني أشوفه، لا وجب عليا أدور على روت كوز، على جذور المشكلة. أنا بنتي ليه بتبتزني دلوقتي؟ وأقعد وأتكلم معاها وما أقولهاش أنا فاهمك. يعني فكرة فتح النوايا بيخلي الطفل يحس إنه متهم فيبدأ ينكر. لا، أنت زعلانة ليه؟ بعيدا عن اللي عملتيه أتكلم فيه بعدين. أنا عارف إن أنت ما تعمليش ده إلا لو متضايقة. في حاجة مضايقاكي؟ مفيش. طب أخمن، أنا لما عملت كذا امبارح زعلتي أنا أو مامتك؟ طب اشرحي لي زعلتي ليه. وعلى فكرة مش عيب إن أنا أعتذر للطفل أو الطفلة، أنا آسف، عشان يتعلموا ثقافة الاعتذار. أنا مش هربيهم على إن الإنسان ما بيغلطش، ده في المدينة الفاضلة إن شاء الله. هربيهم على إن الإنسان لما بيغلط بيتحمل مسؤولية غلطه. بالظبط. ما هي يعني مثلا وبيعتذر طبعا. يعني مثلا تاني هتكلم على تجربتي الشخصية. يعني أنا تجربتي الشخصية إن أنا لما أكيد حصلت أوقات إن أنا عملت حاجات في لحظة مثلا اتعصبت مثلا، لا بعتذر بعدها على فكرة إن أنا أصلا ما كانش، وأنا ليه اتعصبت أصلا، الموضوع ما كانش مستاهل، عشان أفهم إن إن الأوبشن ده موجود يعني أصلا. ده حاجة. بعدين إن الحتة بتاعت إن أنا بقول إن أنا ببقى مستني إن أنا، هي مش فكرة ما بتعملش حاجة عشان أنا هزعل، هي بتبقى أنا باللي بيتقال إن أنا هي بتبقى مش عايزة تعمل الحاجة عشان هي عارفة إن أنا شايفها في حتة أحلى، مش عشان أنا هزعل عشان اللي هو هقفش. فاهم قصدي؟ لا تزعل تطمن يعني. بس فقصدي ما فيهاش ابتزاز عاطفي، هي فيها ان انت بتحاول توري للي قدامك ان انت عندك اكتر، مش ان انت اللي هو طب انا هحرمك من حناني. لا، ده اللي ابتزاز عاطفي. فاهم قصدي؟ عايز اقول لك حاجة بجد، انا شخصيا وانا متخصص تعبت من المصطلحات. اكيد طبعا. تعبت من استخدام الناس للمصطلحات كأنها براويز بنعرف نحط كل حاجة جواها. ده ابتزاز عاطفي. طب هو معلش يعني ليه ما سميهاش إن خوف الطفل على زعلي طول ما هو أكبر من خوفه مني يبقى الطفل ده متربي والعلاقة دي علاقة صحية. يعني بالنسبة لي يعني ده أظرف من إن حد يعملش حاجة بس عشان هو خايف. يعني أما أحيانا أقول للناس إلى يومنا هذا، وده اعتراف أنا ما بتكسفش منه، بالعكس يعني أنا بشوفه طبيعي، أنا بخاف من أي حاجة ما تبسطش أبويا وأمي حتى هذه اللحظة، ربنا يديهم الصحة والعافية. بترعب حتى لو ملكت السلطة أو المال اللي أعمل بيه الغلط صح. أو أمر نفسي أو هما ما يعرفوش أصلا أنت كبير وأب إنما أنا أخاف على زعله. أنا ما أعرفش أشوف أبويا باصص البصة دي ويبقى الموضوع بالنسبة لي عادي. العلاقة السوية بالأهل فيها خوف على زعلهم. يطلع حد يقول لك لا ما احنا كده بنبتز ولادنا عاطفيا. لا، مش بنبتزهم عاطفيا ولا حاجة،